مطعم اللي ياكل منه مرة لازم يرجع له تاني. والله زي نهر النيل كده. فكرة غريبة جت في دماغ صاحب مطعم مكرونة في الصين عشان يزود المبيعات ويخلي اللي يجرب اكله مرة لازم يرجع له تاني غصبا عنه. بس الخدعة اتكشفت بالصدفة لما واحد كل من عنده وعمل تحليل مخدرات في تفتيش مفاجئ من الشرطة. التحاليل اثبتت وجود مادة المورفين، المادة الفعالة في الافيون. الراجل اتصدم واكد انه ما شربش مخدرات ابدا قبل كده في حياته، او ده على حد علمه يعني. وقال كمان كل اللي كلته بره البيت الفترة اللي فاتت كان طبق مكرونة في مطعم قريب هنا، وافتكر اني كلت هناك كتير الايام اللي فاتت. وهنا الشرطة راحت زيارة مفاجئة للمطعم وخدوا عينات من كل المقادير. بودرة الشطة كان فيها مورفين، واكتشفوا كميات كبيرة من الافيون. قبضوا على صاحب المطعم، كان راجل اسمه يانج، والشرطة اتأكدت انها مش قدام حالة فردية، ودلوقتي بيحققوا مع 30 مطعم تاني غير يانج. ما تسرحش قوي كده في طعم المكرونة، اعمل لايك وشير وسبسكرايب يلا، وهعزمك من المكرونة بتاعت يانج.